قاضي في محكمة يقول تقدمت إلي امرأة بطلب ضد زوجها، لكن الطلب كان غريب، ما هو طلب يعني خلع ولا طلب، كان طلب تبغاه يرجعها. فاستغربت يعني، سألتها قلت ليش وش سبب الخلاف؟ علشان قالت والله أنا لي 4 شهور في بيت أهلي ما جاء ولا سير علي ولا دق علي ولا جاء ياخذني. طيب وش سبب الخلاف؟ يقول رفضت تعلمني سبب الخلاف، قالت احتفظ بهالأمر لنفسي. فيقول التفت له خصمها اللي هو منه زوجها، قلت يا فلان، قال نعم. قلت وش سبب الخصام اللي بينك وبين زوجتك وخلاك تتركها 4 شهور ما تجيها عند اهلها؟ قال والله اني احبها حب شديد يا شيخ، وحنا طبعا اعمارهم في منتصف العشرينات او شيء، وحاط لها شقه ومستانس انا وياها انبسط، لكن انا رحت وتزوجت واحده ثانيه، يوم تزوجت واحده ثانيه سببت لي مشاكل. قال وش المشاكل؟ قال جت للشقه وشبت فيها بما فيها من اثاث، وهذا والحريق هذا ادى الى تلفيات في 6 شقق في نفس العماره. انا اضطريت اني ادفع تكاليف الشقق هذه كل ابوها وصيانتها من بويه ومن اثاث ومن هذا، تكلفت كلف. قال طيب، قال والان انا ابيها ولكن عندي سؤال لها. قال وشو؟ قال انا اعطيتها 170 ألف ريال تحتفظ فيها في خزانتها، واسالها يا شيخ حيت ترد علي. فالتفت الشيخ قال يا فلانه وين ال 170 ألف ريال اللي اعطاك يا زوجي؟ قالت اخذتها من الدرج وحطيتها في الخرامه وقطعتها لما دريت انها تزوج علي، ورحت الله يعزكم دورتهم اياه وحطيتها وسحبت عليه سيفه. يقول وهي تقول الكلام هذا الله الله الله، يقول زوجها اسمع، يقول الشيخ اسمع، يقول الله الله كان تصدقتي فيها، كان اعطيتيها فقراء، كان بنيتي فيها شيء، كان شريتي فيها ذهب. قالت انا ما قدرت استحمل انك واي شيء كان بيضيق صدرك بسويه. قال 170 ألف ريال يعني راس مالي واعطيك اياه تحفظينه عندك تروحين تشقينه. الشيخ سأل قال الحين وش وضعكم؟ واتضح عند الشيخ ان 2 يبون بعض. فقالت هو ما جاني الحين ل 4 شهور. قال شلون اجيها يا شيخ؟ الان اول هالشقه اللي حرقتها، ثاني شيء يعني شيء يقهر. فيقول والله اني رايت ان الرجل هذا صبور عليها. يقول اجلت لان احتد النقاش بينهم، فاجلت الجلسه الى الجلسه القادمه على اساس لعل الله يجوني بخاطر زين. يقول جت الجلسه الجايه، يقول ما حضروا، انتظرنا حتى انتهى الوقت ما حضروا. فيقول سالت عنهم لقيتهم اتفقوا ورجعوا لبعض وصلحوا شقتهم وسكنوا فيها. الشاهد في الكلام ربما ان زوجك يخطئ عليك، لكن حدود رده فعلك يا الزوجه يجب انه يكون منطقي.